بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. قبل الكلام في الفيديو اعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك في القناة عشان تشوف معانا كل جديد في أسعار العملات القديمة. الكلام النهاردة عن 5 البنك الأهلي، 5 جنيه البنك الأهلي. ال5 جنيه اللي قدامك دي اهي، شوفها إصدار 1958 1958. ادي الشكل بتاعها، ادي الشكل بتاعها اهو. وادي الظهر بتاعها، والتاريخ وبنك أهلي اهي، بنك الأهلي المصري. 5 جنيه إصدار 1958. الحالة اللي قدامك دي حالة أقل من المتوسطة، أقل من المتوسطة، تعبانة يعني. طيب دي سعرها كام اللي قدامك في الفيديو؟ اللي قدامك في الفيديو دي تعمل 100 جنيه، سعرها 100 جنيه. لو معاك واحدة زي دي تعمل 100 جنيه، تعمل 100 جنيه. الحالة العالية منها يعني الأنصر الزيرو اللي ما اتلمستش بتعمل 500 جنيه. 500 جنيه اللي هي الحالة الزيرو اللي لسه طالعة من البنك بتعمل 500 جنيه. الحالة المتوسطة بتعمل 200 جنيه. 200 جنيه. حالة زي اللي قدامك بتعمل 100 جنيه، فيها رقم مميز بقى والكلام ده كله، سعرها بيعلى. دي مثلا اهي الرقم بتاعها اهو، لو ده رقم مميز سعرها يغلى. اي عملة فيها رقم مميز سعرها بيبقى عالي. يعني مثلا دي لو هي مثلا 06 والباقي كله كان صفار كانت تبقى رقم مميز. لو ال 1008 اللي في الآخر دول اصفار كانت بقت رقم مميز. أو لو كلها ستات أو وحايد كانت بقت رقم مميز. وده أي رقم مميز في أي عملة بيعلي من سعرها. فقلنا الحالة اللي قدامك دي تعمل 100 جنيه، الحالة المتوسطة هتعمل 200 جنيه، الحالة الزيرو بتعمل 500 جنيه. فرقم مميز تعلى عن 500 جنيه. كل حالة ولها سعرها، كل حالة ولها سعرها. وطبعا أي حاجة مكتوب عليها البنك الأهلي دي بتبقى غالية. أي عملة مكتوب عليها البنك الأهلي بتبقى أغلى من عملة البنك المركزي، لأن البنك الأهلي ده قديم. فأي عملة بيبقى عليها البنك الأهلي سعرها بيبقى غالي. متنساناش في اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.